اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل الكبدة بالردة بتاعة المطاعم الكبيرة، إن شاء الله بطريقة جميلة بإذن الله هتعجبكم. بس امشوا معايا في الفيديو خطوة بخطوة وشوفوا أنا عملتها إزاي وقولولي إيه رأيكم. انا جبت طبعا الكبده متقطعه شرايح كده ورحت حطيتها في الطبق، كنت غسلاها كويس جدا طبعا. ونزلت عليها ببصلايه كبيره وفصين توم وقرن فلفل والفلفل الحار ده اللي احنا بنخزنه من السنه للسنه، طبعا بيقعد معايا بيبقى جميل جدا وبحب احطه في الاكلات بيبقى خطير. وجبت في طماطمايه كده بشرتها كويس جدا ونزلت بيها، يبقى نزلت بالبصل والثوم والفلفل والطماطمايه، وجبت التوابل فلفل اسود ورشه سكر وكمون وكزبره والملح بتاعي. كل واحد بيحاول يظبط الملح في اكله بطريقته، يعني في ناس بتحب الملح زياده وفي ناس بتحب الملح مظبوط، كل واحد بيظبط الملح مع في اكله. وهبدأ اقلب ده كله مع بعضه كويس جدا. اهو كده قلبتها كويس جدا في بعضها علشان دي اللي بتدي الطعم للكبدة بتاعتي، لازم تتقلب كويس جدا. ورحت نازلة بقى ايه بشوية خل و... ونزلت بشوية زيت وعصرة ليمونة، يعني ايه عصرة ليمونة كده، ورحت نازلة بيها مع الخل والزيت على التتبيلة اللي على الكبدة، وهبدأ اقلبهم تاني كويس جدا. مهم جدا انك تحسي ان الكبده اتشربت بكل الحاجه اللي انت حطاها عليها، لان احنا حاطين الحاجات دي كلها علشان الكبده تتشرب منها عشان تدي الطعم اللي احنا عايزينه ان شاء الله. اهو فضلت اقلب جامد جامد لغايه اما حسيت ان هي اتشربت كلها بالحاجات اللي انا حطيتها بالتتبيله والخلطه بتاعتي اللي انا حطيتها على الكبده. خلاص كده اتقلبت كويس، هروح احطها في الفريزر او في التلاجة لغايه قرب المغرب، وبعد كده نرجع نعمل ايه الكبدة بالطريقة الجميلة ان شاء الله. كده خلاص هاخدها احطها في التلاجة وارجع لكم ايه قرب المغرب. حطيتها في التلاجة لغاية اما حسيت المغرب قبل ما يقدم كده بتلت ساعة كده، ورحت مطلعاها، قلت بقى هي متاخدش وقت على النار، اطلعها بقى وابدأ اعملها بالطريقة بتاعت الردة الجميلة بتاعتي ان شاء الله اللي هتعجبكم. جبت الردة اهي، وهبدأ احط عليها بقى ايه حطيت عليها الملح. طبعا انت بتظبطي الملح والكمون والكزبرة ورشة فلفل اسود، وهبدأ ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض. اللي عايزة تحط رشة سكر دي بتدي طعم جميل جدا للحوم، بس مش كتير، يعني ما تزوديش وتبهوقي قوي، هو رشة بسيطة جدا وتقلبيها مع التوابل. قلبت الردة كويس جدا بالتوابل بتاعتي والملح، وهبدأ بقى اجيب صينية كده علشان افرد عليها الكبدة لما ابدأ ان انا اعملها بالردة. جبت صينية رشيت عليها شوية ردة، وبدأت ان انا بقى ايه اخد الكبدة بالتوابل بالتتبيلة والخلطة اللي انا عاملاها بيها، وابدأ ان انا اغطسها في الردة، اخليها تتشبع بالردة كويس جدا بالتوابل والخلطة بتاعتي. هاخد بقى الكبدة واحدة واحدة اهيت، وهبدأ ان انا اعملها بالردة بتاعتي كويس اهي. هناخد الكبدة بالتتبيلة كلها والخلطة اللي فيها، ما تنفضيهاش زي ما هي، وابدأي ان انتي حطي عليها الردة ودوسي عليها كده عشان الردة والتوابل تبقى متشربة فيها. كلها بقى هنعملها بنفس الطريقة ديت. عايزة اقول لكم لأول مرة يشوف قناتي ما ينسانيش بالاشتراكات ويفعل الجرس، ولايكات كتير كتير وكومنتات كتير ان شاء الله اللي انا متعودة عليها الجميلة بتاعتكم، علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله انا بنزله. نزلت بالكبدة بتاعتي كلها اهيت. طبعا ما بين الطبقة والتانية بترشي شوية ردة، ما بين الطبقة والتانية بتحطي شوية ردة علشان الكبدة ما تلزقش في بعضها. يعني انت حطيتي طبقة كبدة، هتيجي تحطي من فوق تاني في الصينية تروحي رشه شوية ردة كده بساط كده صغننين، وتروحي حاطة عليهم الطبقة التانية بتاعت الكبدة.
طبعا انا مسرعه الفيديو عشان ما اطولش عليكم، بس هي نفس الطريقه، يعني نفس اللي انا بعمل بيه هي، عشان كده انا مسرعه الفيديو. لكن لو حاجه جديده انا مش هسرع الفيديو فيها ابدا. كده خلاص مش فاضل الا اخر خطوه للكبده بالرده الجميله ان شاء الله. خلاص كده بصوا، علشان انا حاطه ما بين الطبقه والطبقه شويه رده مش هتلزق عمرها في بعضها، وعلشان تبقى متشبعه بالرده بتاعتي خدت طاسه بقى حطيتها على النار، خليت الطاسه الزيت حمي قوي قوي قوي، ورحت نازله بالايه، بالكبده بتاعتي. طبعا الكبده رقيقه جدا، الشرايح بتاعتها مش جدا قوي، يعني كويسه، فمش هتاخد وقت كتير على النار، فعشان كده انا عملتها قبل الفطار على طول علشان تبقى سخنه وتبقى حلوه. اخدت بقى الكبده بقى واحده واحده كده وحطيتها على النار، ما شاء الله كانت جميله وكانت ريحتها حلوه خالص. اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الطريقه ديت. دي الكبده بالرده بتاعه المحلات الخطيره ان شاء الله، بالطعم والريحه الجميله اللي هتعجبكم ان شاء الله. بدات ان انا اوسع بقى المكان، هي اول ما بتيجي في الزيت بتقل شويه، فبقيت اسيبها شويه لغايه اما تقل ثواني كده، وابعد اوسع مكان علشان ابدا ان انا ايه، احطها كلها واحده ورا واحده علشان انجز في الوقت. هي ما اخدتش وقت معايا خالص، يعني هي بالتتبيله، طالما انتي عاملاها في هي التتبيله بس اللي انتي بتحطيها في التلاجة شويه، فعشان كده بتحبي تعمليها بدري شويه علشان تتشرب بالتتبيله بتاعتها. وبعد كده طبعا بتقليها في الزيت فما بتاخدش وقت خالص. اهو كده بدأت ان انا احطها في الطاسة. طبعا انا مش عايزة اسرع الفيديو لاول مرة، علشان اول حاجة انا بحب ان انا ابقى خطوة بخطوة قدام الكاميرا ونشوف هي وصلت لغاية ايه مع بعض. اهو ما شاء الله بصوا ما اخدتش وقت خالص اهي. وبدأت ان انا اقلبها، طبعا تابعيها علشان هي ما بتاخدش وقت، ما تتحرقش منك وتدي طعم مش حلو. فانا طبعا هي الشرايح خفيفة فمش هتاخد وقت كبير، فانا بروح مقلباها وانتي تابعي تابعيها على النار. اسفة. اهو بصوا كل ما بتعمل بتقل شوية، فببدأ ان انا بقى عشان اختصر في الوقت احط غيرها وانا بقى ايه متابعيها. اهي ما شاء الله كانت جميلة جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي في كومنتاتكم الجميلة ايه رأيكم. هي كانت خطيرة، بس انا عايزاكم انتوا تعملوها بنفس الطريقة دي وتحكموا عليها وتقولوا لي رأيكم ايه. انا طبعا ما بحبش ازود التوابل كتير قوي فيها عشان طعم الكبدة بيبقى جميل قوي من غير التوابل الكتير، او بتغير طعمها. فانا هو اللي انا حطيته الفلفل الاسود والكمون والكزبرة، مع طبعا الفلفل والطماطم والبصل والثوم، هي ديت اللي انا حطيته بس في التتبيله. بصوا ما شاء الله اهيت ما اخدتش وقت خالص معايا واستوت، اتحمرت اهيت واستوت. طبعا انتي تابعيها اوعي تتحرق منك. اهي هبدأ بقى ان انا خلصت اول حاجة قدام الكاميرا اهي. هسرع بقى الكاميرا علشان الفيديو، عشان انتوا ايه ما طولش عليكم الوقت. احنا عملنا خطوة بخطوة اهي، عملنا التتبيلة وعملنا ازاي عملناها بالردة وعملناها يعني، وبدأنا ان احنا نحمرها في الزيت في الطاسة على النار و... وهنبدأ بقى خطوة بخطوة لغاية ما نخلص الفيديو. كده بصوا ما شاء الله ده اللون بتاعها وكانت جميلة جدا. هكمل بقى الباقي وبتاعة الكبدة وخلاص كده الفيديو خلص، فانا مش هطول عليكم. طبعا انا الكبدة هكملها بقى براحتي وبعدين اوريكم النتيجة في الاخر. كده خلاص الكبدة اهي ما شاء الله استوت وكانت جميلة جدا جدا. عملت معاها بقى مكرونة بالصلصة اهي وما شاء الله كانت خطيرة اهي. بصوا ما شاء الله مستوية وجميلة جدا من جوه ازاي، وكانت ريحتها روعة رهيبة. بصوا ما شاء الله كانت عاملة ازاي. وعملت معاها المكرونة اللي بالصلصة دي كانت جميلة جدا اهو. يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي ما ينسانيش الاشتراكات عشان يوصل له كل جديد ان شاء الله. دي كانت الكبدة اللي احنا عملناها النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم
ويا رب اكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش بالاشتراكات وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله كل حاجة جديدة ان شاء الله انا هعملها اصورها معاكم على القناة. انا بس ما بحبش اصور الحاجة اللي متكررة، لكن انا بصور لكم الحاجة الجديدة اللي انا ما نزلتهاش على القناة، بحاول ان انا اصورها لكم واحدة واحدة علشان نبقى مع بعض. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم، وما تنسوش باللايكات الكتير 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 عشان نفضل مع بعض ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.